زيدان ينقذ الهلال من مخطط برازيلي، علاقة صداقة تحسم الجدل. قدم الفرنسي زين الدين زيدان خدمة كبيرة لجماهير الهلال في عودته للتدريب مرة أخرى، واقترابه من تولي إدارة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم. وكانت تقارير في الأيام الماضية ذكرت أن اتحاد الكرة البرازيلي وضع البرتغالي خيسوس المدير الفني للهلال ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب المنتخب البرازيلي. تعد عودة زيدان للتدريب بسمة أمل لجماهير الهلال للحفاظ على مدربها البرتغالي الذي ترشح بقوة لتولي منتخب البرازيل في الفترة المقبلة. وحسب شبكة فوتبول دوت فرانس، فإن زيدان سيجرب حظه في عالم التدريب مجددا، ولكن هذه المرة مع منتخب البرازيل. وأوضحت الشبكة أن منتخب البرازيل يحتاج إلى حجة لإقناع زيدان بتولي تدريب المنتخب، ولا يوجد أفضل من كأس العالم 2026. وأضافت الشبكة: يستعد الأسطورة البرازيلي رونالدو، وهو صديق مقرب لزيدان، لبدء الحملة الانتخابية لمنصب رئيس الاتحاد البرازيلي، وإذا انتخب في مارس 2026 فيمكن له الاتصال بزميله السابق في ريال مدريد.